نارياش هادشي يا الاخوان، حتى واحد ما عرف دابا واش كيهضروا معاه هي شخصيا اولا كيهضروا مع شي جن. والثقافه تنقول لكم كيبان لي غير البيض ديال عينيها، وجهها ما فيهش الدم تقريبا، اللحيه ديالو طويله بزاف وبيضاء، ولابس واحد الجلابه صفراء وطاقيه كحله. هاد القصه الاخوان ترددت بزاف باش نعاودها لكم، ولكن في الاخر قررت وغادي نعاودها. اليوم جيت نعاود لكم قصتي مع الجنون، القصه اللي حجرات لي قلبي من جهتهم. انا كنسكن في كازانيغرا وعندي 3 ديال خوتي والوالدين. طبعا انا اعوذ بالله من قولة انا واحد الانسان اللي كيعجبني نسمع ولا نشوف ولا نقرا على شي حاجه ديال الجنون، حيتاش كيجيني داكشي عادي وكنقول كيف ما حنا عايشين غادي يكونوا حتى هما عايشين، شنو الفرق بيناتنا؟ وهذا الشيء هذا تقريبا من الصغر ديالي، وانا هكا فين ما كان شي ظلام ولا شي خربه كيقولوا بلي فيها الجنون كنت كندخل ليها وكنستكشفها مع الدري ولا الدربنه. كنت اصغر واحد في الدراري وكنمشي معاهم لاي بلاصه كيظنوا بلي فيها الجنون ولا شافوا فيها الجنون، ومع مرور الوقت ولا داكشي بحال اللي نقولوا كيجيني عادي ولفتو. وكنا ديما كنتسناو انا ولا الدربنه تجي 6 ديال العشيه باش كيطيح الظلام وندخلوا لواحد المدرسه مهجوره في الحومه ديالنا. كنا ديما كندخلوا الشمع والملح حتى حسوا بان زعما الا خرج لينا شي جن نكونوا محصين من شره. وكنت كنتمنى زعما شي نهار نتصادف مع شي منظر فوق المعتاد في ديك المدرسه، مثلا نشوف شي جن ولا طيح شي حاجه، المهم اي حاجه غريبه اللي غتخليني نزيد نامن بداكشي. ولكن ما كانش كيحالفني الحظ صراحه. كنا غير كندخلوا لديك المدرسه المهجوره كنلقاو شي رسومات وشي كتابات غرابين في الحيط، كنضربوا دويره صغيره تما وكنخرجوا في حالاتنا. وبيني وبينكم كنا كنخرجوا فاقدين الامل، لان الصغر اي واحد كانوا كيعجبوه المغامرات. الاكثريه اذا كنتي مع ولاد دربكم كل واحد كيبغي يبين زعامته على الاخر. واخا الوالدين كانوا دائما كيخاصموا علينا باش ما نمشيوش لديك المدرسه، ولكن اللي في راسنا الاخوان، ما كاينش اللي حيدوا لينا، كنا طايشين. المهم ولا داكشي من الهوايات ديالنا، كل نهار نفس الحاجه، كنتلاقاو وكنتجمعوا وكنمشيو لديك المدرسه. ولكن كيف العاده والو، حتى لواحد النهار قررنا ندخلوا، ولكن هذه المره كنا معولين ندخلوا ونبداو نعايروا في الجنون على الله زعما يخرجوا لينا. المهم تمينا داخلين في داك الظلام، وحنا داخلين وكنسبوا نعايروا فيهم، كنسمعوا الصوت ديال الاذان جاي من واحد الجامع بعيد شويه. في ديك اللحظه سكتنا كاملين احتراما زعما للاذان، ولكن الاخوان ما حسينا حتى كنسمعوا واحد الصوت ديال واحد الحجر كضرب في الحيط بالجاده. الاخوان شي 5 ديال الثواني محسوبين، حتى شي واحد ما تحرك فينا قبل ما نعلقوا كاملين دقه واحده، كلشي مخلوع وغاديين كنجري. الله نوصل للخرجه ديال المدرسه قبل ما تشدنا شي حاجه، غاديين وكنجريو على الاخوان دد وكنحسوا بلي شي واحد جاي من ورانا تابع. ما بقى لينا والو، نبداو نغوتوا، ما كاين غا عفط الاخوان. وما ارتاح بالنا بيني وبينكم حتى لقينا راسنا برات المدرسه. وواحد الدري مسكين تخيلوا معايا راه من كثرة الخلعه سرد سروال. انا شخصيا تخلعت ديال بصح الاخوان، وعلى شويه كنت غادي نبدا نبكي. خرجت مخلوع ولكن في نفس الوقت كنت فرحان، حيتاش داكشي اللي كنت كنقلب عليه صافي وصلت ليه. من بعد هذا الشيء كل واحد فينا مشى لدارهم، وانا تميت هابط بحالي لدارنا. وصلت وصونيت وهي تحل لي الوالده، ومع الدخله ديال الباب كنسمع الصوت ديال شي واحد كيقرا القران بالجهد. اواه شكون هذا؟ ما هو صوت ديال التلفازه، ما هو الصوت ديال شي حد من العائله. طالع في الدروج وكنطرح مجموعه من التساؤلات في راسي. مع وصلت للفوق كيبان لي واحد الفقيه بارك في البيت، اللحيه ديالو طويله بزاف وبيضاء، ولابس واحد الجلابه صفراء وطاقيه كحله، وعنده واحد الدينار هنا في جبهته كبير بزاف. وكيبان لي خالي بارك حداه هو و3 ديال خوالاتي والوالده. والفقيه كان شاد في راس خالتي الصغيره وكيقرا عليها بالجهد. خالتي الصغيره شفت فيها كيبان لي غير البيض ديال عينيها، وجهها ما فيهش الدم تقريبا، وصبعانها الاخوان بحال العواج، فهمتوني؟ انا في ديك اللحظه زدت استغربت، اواه حتى شنو واقع؟ وبقات فيها خالتي مسكينه صراحه، حيتاش عندي عزيزه بزاف وباقا صغيره، وهي عايشه معنا نقدروا نقولوا بحال اختي، يعني هي اختي اكثر مما هي خالتي. كنقول في راسي يا ربي ما يطرى ليها والو. واول قضيه جاتني في بالي بيني وبينكم هي سكنها شي جن ما يحيدهاش لها الطبيعه. المهم يلاه جيت نهضر، هي تشير لي الوالده من بعيد، قالت لي قطع الحس ودخل البيت، والعصب كان باين ليها من عينها الاخوان ومن الملامح ديال وجهها. انا ديك الساعه دخلت لقيت خويا الصغير مغطي بمانطا ومخلوع. كنقول ليه عمر اش كاين؟ ما بغاش يهضر. واش كنقول مع راسي ياك ما ديك المدرسه اللي كنمشي ليها هي السبب في هادشي اللي طاري، ودوك الجنون اللي فيها بغاو ينتقموا مني عن طريق العائله ديالي واعز الناس عندي. المهم بزاف ديال التساؤلات الاخوان تقدر تكون منطقيه وتقدر تكون لا. شويه هي تدخل عندنا خالتي الكبيره، قلت لها اشنو طاري يا خالتي؟ قالت لي تبعني باش ما يتخلعش خوك الصغير. المهم دخلنا للكوزينه انا وخالتي، وهي تقول لي خالتك تسكنات بالشنو. انا في ديك الساعه ما نوصفش لكم الاحساس ديالي، كنقول مع راسي كون غير تسكنت انا وما تسكناش هي، حيت عزيز عليا بزاف. المهم قلت لها
كيفاش حتى تسكنات؟ واش هنا؟ قالت لي لا، في الدار ديال جداتك. قالت لي باللي كانوا جالسين كاملين، وخالتي الصغيره كانت كتسيق الدار مع شي 6 ديال العشيه، وخالتي كدير واحد البلان خايب، ديما كتسيق الدار بالمطايب. قالت لي باللي هما كانوا جالسين الاخوان حتى كيسمعوا واحد الصوت ديال التصرفيقه بالجهد، ومن وراها الصوت ديال خالتي فاش طاحت. ناضو كيجريو كيلقاوها مغيبه وكتقفقف، ما فهموا والو، كلشي تخلع. ها اللي كيقول ضربها الضو، ها اللي كيقول لها ضربها الجن، ها اللي كيقول طاح ليها الطونسيون، ها اللي كيقول طلع ليها السكر. المهم كل واحد شنو كان كيقول. هما صراحه كانوا هابطين بها للسبيطار. ساعه الوالده عرفت البلان فيه صحاب الحال، فاش سمعتها كتهضر بشي هضره ما مفهوماش. ديك الساعه قالت لهم بلاتي هداو عليا، غادي نهبطوها لدارنا ونعيطوا على واحد الفقيه. المهم الاخوان داك الفقيه هو اللي لقيت في البيت ديال الدار كيقرا على خالتي. من الصباح هو كيقرا عليها وكيرش عليها واحد الماء، ولكن والو. داك الفقيه بحال اللي لاعيا وقال لهم بلي حالتها غريبه، وهي صراحه بيني وبينكم حالتها ما كاين لا غريبه لا والو، غير هو ضعيف وما متمكنش وصافي. قال لنا باللي كاين واحد الفقيه في المقبره اللي حدا الحومه، هذاك هو الوحيد اللي يقدر ينفعنا. المهم قال لنا خليوها ترتاح دابا ومشى بحاله، وحنا بقينا معاهم وراها بشي ساعه ديال المكانه حتى فاقت. وفاش فاقت ما عقل على والو الاخوان. كتقول لنا مسكينه فين انا، كلشي كيهدر فيها وكيقول لها غير زلقتي وطحتي وغيبتي ما كاين والو. ديك الساعه كنا حنا مخدمين القران في التلفازه، قالت لنا نقصوا عليا لديك التلفازه عاد هضروا معايا. كلشي تعجب الاخوان من هضرتها، حتى واحد ما عرف دابا واش كيهضروا معها هي شخصيا اولا كيهضروا مع شي جن. المهم انا صراحه تخلعت شويه ما نكذبش عليكم، وفي نفس الوقت كنقول اشنو غيطرا كاع. داكشي اللي كنت كنقلب عليه هو جا حتى لعندي، ولكن المشكله اللي ما حملتها الاخوان هو انه جا عن طريق العائله ديالي واعز الناس ليا. ديك الساعه خالتي الصغيره ناضت مشات للكوزينه شويه، رجعات وفي يدها واحد الخبزه حرفيه كتاكل فيها بواحد التهرقاويت بحال الا ما كلاتش هذه شي شهر الاخوان. المهم العجب خيم على دارنا ديك الليله، كلشي كيشوف فيها وما عارفينش مع من كنتعاملوا، ولكن مع ذلك كلشي كان كيهضر معها بحال الا ما واقع والو، واخا علامه الاستغراب صراحه مبينين على كل واحد فينا. المهم جا الوالد مع ديك 11 ديال الليل من الخدمه، يلا دخل وهي تشوف فيه. شافت فيها الاخوان بواحد الشوفه ما نعاودش لكم، واحد الشوفه عامره بالحقد والكراهيه. قالت ليه انت بعدا ما كنحملكش. الوالد بدا كيضحك، مولف يضحك معها بحال بنته الصغيره. قال لها سيري تنعسي حسن ما نجي نعسك بشي تصرفيقه. هو قالها لها زعما من باب الضحك، ولكن هي بغات تلصق فيه كتقول ليه واجي جرب باش نخرج عليه. الوالد بقى كيضحك ومشى دخل لبيتو بحال ما واقع والو، هو يتبعو خالي وبينا مشى عاود ليه كلشي. المهم الوالد كان عيان شويه الاخوان، مشى تكا وما تسوق لوالو، حسيت به بحال الا جا داكشي عادي. ضربات ديك 12 ونص ديال الليله الاخوان، قالت لنا الوالده بلي خاصنا نعسو كل واحد يشد بلاصتو. خالتي طبعا كتبات معنا في بيتنا انا وخويا الصغير، وخالاتي الاخرين وخالي قرروا باش انهم يباتوا معنا تحسبا لشي حاجه ماشي هي هذه. هما نعسوا في الصاله ديك الليله وحنا في البيت. المهم كلشي صافي نعس، وحتى خالتي اللي تسكنات نعسات وتقطع الحس، وانا ناعس في الناموسيه اللي حداها بدات كتشدني الخلعه شويه بشويه الاخوان. حاولت نعس ولكن والو، شي ساعتين وانا غير كنتقلب بلاصتي بزز باش شدني النعاس، ولكن الاخوان النعاس ديالي ما كملش. ضرباتني الفيقه وما حليت عينيا، شداتني واحد الخلعه لمك، واحد الخلعه واحد تبوريشه الاخوان. وتقف كيف تنقول لكم، شفت قدامي جوج من خوالاتي، وحده ناعسه حدايا والاخرى واقفه وكتشوف فيا وكتضحك. نارياش هادشي يا الاخوان. انا في ديك اللحظه حسيت باللي صافي قلبي غادي يوقف، وشدني واحد البرد في شكل. بديت كنقرا القران وندرج على راسي المنطق حتى بديت كنقطر بالعرض. بقيت كنقرا باش نتاكد واش كنحلم ولا هادشي نيت اللي كنشوف قدامي راه حقيقه وماشي اوهام. واحد شويه بديت كنهبط المنطق وكنضل شويه بشويه حتى كنلقاها باقا واقفه الاخوان وكتشوف فيا بنفس الطريقه وكتضحك وكنغيهرب لي انا اخوتي ما نكذبش عليكم. عاودت رديت المنطق دغيا وبقيت كنقرا القران، وهاد المره بقيت معطله في القراءه. بقيت كنقرا طولت مزيان في القراءه حتى حسيت براسي طولت بزاف، وقررت نهبط المنطقه مره اخرى. بديت كنهبط شويه بشويه حتى هبطتها كامله ولقيت الوالده جايه عندي الاخوان، جايه بغات تفيقني نمشي للمدرسه. او واه صباح الصباح حتى من نعاس الاخوان ما شفتوش الليله كامله. هذه هي الحاله اللي كنت فيها الاخوان ديك الساعه. الوالده قالت لي مالك عرقان؟ قلت لها والو غير كنت كنحلم. كندور كنلقى خالتي الصغيره ناعسه في بلاصتها، نضت باش نمشي للمدرسه، ولكن الاخوان داكشي اللي غادي يبدا يوقع من اليوم ماشي عادي وكيخلع.